زمان وانا صغير كنت بفضل اطلب من ابويا يسيبني انزل الشارع لوحدي، لاني كبرت وما بقتش صغير. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش اعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وطبعا انا كنت عيل اهبل وقتها، لسه مكملتش 10 سنين. المهم ابويا كان بيرفض وبيقول لي لا، ممكن حد يصطفك ويبيع اعضائك. لحد ما في يوم جمعة كده ابويا صحي الصبح وقال لي انه تعبان ومش قادر ينزل، وراح قايل لي مش انت كان نفسك تنزل لوحدك؟ تعالى هخليك انت اللي تنزل تجيب الفطار. طبعا نزلت وانا فرحان وما كنتش اعرف وقتها ان ابويا بيوزعني. المهم نزلت ومشيت على الوصف اللي بابا قال لي عليه لحد ما وصلت للمطعم واشتريت الفول والطعمية. وجيت ابص على الشارع لقيتني نسيت انا جيت منين وهرجع ازاي، وقعدت بقى احسبها ازاي هقدر اكمل حياتي وانا مش معايا اي حاجة غير الفول والطعمية دول. لحد ما بابا لقاني اتأخرت فنزل يشوفني فين. لقاني قاعد قدام المطعم عمال أعيط وأنا ماسك الطعمية وباكلها. قال لي عرفت ليه مش عاوزة أخليك تنزل؟ المطعم لازق في البيت بتاعنا يا غبي، اطلع قدامي، مفيش نزول تاني.